كتير بيقولوا ضاع الحب بينا، انتهت العلاقة اللي بتربطنا ببعض. طب ايه اللي بيوصل الأمور لكده بعد قصة حب قوية عاشوها اتنين؟ خلينا نتفق في البداية إن حاجة الإنسان إنه يكون محبوب ضرورة عاطفية بتخليه يحس بذاته وقيمته. عشان الحب بنتحمل المشقة، وبدون الحب بتبقى الصعوبات مشكلات وبتتحول لجبال صعب على الإنسان يعديها. من الطفولة الإحساس بالانتماء هو اللي بيحتاجه الطفل عشان ينمو بشكل سوي، ولما بنديله الحنان والحب بتنضج مشاعره ويكون متوازن نفسيا، ويبقى إنسان مسؤول وقادر على منح الحب هو كمان. وبدون الحب هيكون ضعيف في النواحي العاطفية والاجتماعية. جوه كل طفل خزان للعاطفة منتظر يتملي حب عشان ينمو بشكل طبيعي، ولما يكون الخزان فاضي هيتصرف بشكل غير سوي. يعني نقدر نقول إن سلوكيات الأطفال السيئة هي وسيلة للبحث عن التقدير وتعويض الحب المفقود، ورغبة في الحصول على اهتمام أهله حتى لو بطريقة غلط عشان يلفت انتباههم إنه موجود. وسلوكيات الزوجين السيئة انعكاس لحالتهم النفسية، لأن ببساطة خزان الحب فضي. الحقيقة إن تجربة الوقوع في الحب والولع العاطفي بتلبي حاجة الإنسان للحب بشكل مؤقت. بيكون وقتها الإنسان تحت تأثير وجود حبيب وإحساس جارف بيه، بيكون مستعد إنه يتنازل عن أي شيء مقابل إنه يكون معاه. وبالتالي الاهتمام والمشاركة في البداية بتخلي الخزان مليان. بعد فترة بتطول أو بتقصر حسب الحالة ترجع الحاجة للحب تظهر. فلو قدر الحبيب يلبي الاحتياج ده ويحتويه ويجدد في علاقته بيه بتقوى المشاعر. ولو ما قدرش يستوعبها ويحتويها وأصبحت العلاقة جافة من مشاعر وروتينية، بيحس الإنسان بالإحباط، لأن أحلامه بحياة زوجية سعيدة اتصدمت بواقع مختلف. الاهتمام والمشاركة هو التعبير الحقيقي عن الحب اللي بيحتاجه الزوجين من بعض عشان يحسوا بأمان ويحسوا بنجاح علاقتهم فيستمروا في العطاء. أزواج كتير بيقولوا كنا قبل كده قريبين جدا وبنستمتع بوجودنا مع بعض طول الوقت، ودلوقتي بقينا بعيد وما بنستمتعش بوجودنا سوا. الحقيقة أن كل الأزواج والزوجات المتألمين خزانات الحب جواهم فاضية وحاسين بالحرمان، وجواهم صراع ومعاناة مكتومة بتخليهم يندفعوا الكلام قاسي وانتقادات طول الوقت لشريك الحياة بسبب انخفاض معنوياتهم وتقديرهم لذاتهم، وبيفضلوا الانسحاب من حياة بعض وتبدأ فترات السكون الطويلة ما بين الزوجين. الصمت هو أول علامات الانسحاب، لأنه بيبقى لغة التعبير عندهم عن معاناتهم وطول حرمانهم من أحاسيس هم في أمس الحاجة ليها. الحفاظ على خزان الحب مليان مهم جدا للحياة الزوجية، زي أهمية البنزين للعربية والمية للزرع. ومهما ادعى الإنسان إنه عملي ومش محتاج للحب والتعبير عنه، لكنه بيبقى في معاناة داخلية شديدة وبيرفض الاعتراف بيها عشان يكمل الحياة ويستمر. الناس بيتصرفوا بشكل أفضل وبيكونوا أهدى وتركيزهم أعلى في كل جوانب حياتهم لما يكون خزان الحب مليان. عبر لشريك حياتك عن اهتمامك بكل طريقة ممكنة. عبر له عن امتنانك لما يعمل شيء يعجبك، اشكره لما يهتم بيك أو يعمل شيء يساعدك. الحاجات البسيطة اللي تبين قد إيه بتحبه وحريص على سعادته ممكن تعمل فرق كبير جدا في علاقتكم وتجدد الحب ما بينكم. كلنا بنحتاج للاهتمام، وكلنا بنحتاج نشحن رصيد الحب طول الوقت عشان خزان الحب يفضل دايما مليان.